هتعمل ايه؟ قلت لك ان 10 ساعات بس كافيه باذن الله ان احنا نلم شرح الترم الاول بالكامل بكل التريكات بكل افكار بكل ملحوظات. ايوه زي ما انت سمعت بالظبط، بس معلش زود لي عليهم 5 ساعات بالظبط ان احنا ايه نظبط حل افكار الترم الاول بالكامل. احنا حلينا عصير كتاب لو انت فاكر على فصل الدوام والحركه، حلينا عصير كتاب على فصل الهرمونات، طبعا بالمايسترو حلينا برضو عصير كتاب على فصل التكاثر، وبرضو معانا كتاب المعسكر اللي هو حوالي 300 سؤال. ده كل اللي انا عاوزه عشان نلم الترم الاول بالكامل. لو احنا حلينا المصادر دي كلها تقفيل امتحان اخر السنه مساله وقت، وده اللي حصل مع الدفعه اللي فاتت. فانا محتاج منك يا دكتور بس 10 ساعات للشرح و5 ساعات زيهم ايه للحل، ولكم عندي باذن الله هديه في اخر الفيديو هتعجبكم كلكم. انا يا دكتور مضيع الترم الاول بالكامل ومش متمكن منه، مثلا ذاكرت بس مش بعرف احل، او ذاكرت بعرف احل بس لما اجي على المستوى العالي وبعطل. حلك يا باشا عندي، انا بس عاوز منك ايه تسلم لي دماغك وكل الباقي باذن الرحمن ايه عليا. لما كنت في ثانويه عامه يا جماعه كان دايما عندي مشكله، طبعا بعد معاناه وضيق تنفس وصعوبات كتيره جدا 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 وكميه مشاكل على مدار السنه، الحمد لله بفضل الله وصلت لطب القصر العيني. ولكن كل دوت ما كانش هيتحقق غير لو انا ما ظبطتش المشاكل اللي كانت بتواجهها. كل دوت ما كانش هيتحقق لو انا ما حليتش المشكله اللي بتواجه معظمنا، ان انا ببقى فاهم كويس جدا 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 لكن لما اجي احل واحاول اطبق ما اعرفش، اجي احل المستويات صعبه ما اعرفش. فدوري النهارده ان انا اظبط لك المشكله ديت نحلها بالراحه بالمعسكر الجبار دوت اللي احنا مظبطين فيه تقريبا كل حاجه بشرح بتركات بافكار بملحوظات بحل مستويات عليا، واللي احنا اصلا بنحل فيها طول السنه. يعني اللي حل الكتاب دوت على الدعامه الحركه هيقفل الامتحان، هيقفل الدرجه بتاعته. اللي حل الكتاب دوت على الهرمونات هيقفل الدرجه بتاعتها. اللي حل برده الكتاب دوت على التكاثر باذن الله باذن الله باذن الله طبعا بتوفيق ربنا اولا من كل حاجه بتوفيق ربنا هيقفل برده درجه التكاثر. اللي هيحل دوت خلاص هو عاوز ايه تاني من الترم الاول؟ الترم الاول كده يعتبر ايه شبه مكتمل. مش عاوزك تكون معجم في الاحياء، لا انا عاوزك تبقى فاهم كل كلمه بتفصيل في المنهج بتاعك، بتعرف تحل اي سؤال يقف قدامك حتى لو سؤال مريض. عشان الناس اللي اول مره تسمعنا، احنا طلع معانا السنه اللي فاتت يا جماعه اكتر من 300 واحد دخلوا كليه الطب، ومنهم ال 14 على الجمهوريه، منهم ناس جايبين 98% وناس جايبين 97% وناس كتيره جدا جايبين 96%. الامتحان جايب النص من الاسئله او من افكار الاسئله اللي احنا بنحلها. هحط لك في ملف في قناه التليجرام فيه السؤال اللي جه في الامتحان والسؤال اللي انا حليت زيه بالظبط. مفيش سؤال يا جماعه، مفيش فكره خرجت بره الحل بتاعنا. فالموضوع كله شويه مجهود منك وشويه شغل مني. دوري ان انا اوصل لك المعلومه يعني ايه من اقل مستوى لاعلى مستوى الناس كلها تفهم قدامي. دوري ان انا اطلع لك كتب بالجوده دي، اقول لك والله اتفضل كل اللي انا محتاجه منك تحل الكتب دي هتقفل الامتحان اخر السنه. لكن دور حضرتك هو المهم. انا والله يا دكتور اعمل اي حاجه انت عاوزها، بس قول لي اعمل ايه بالظبط. انا بس محتاج حد يوجهني، قول لي اعمل ايه وانا همشي زي ما انت بتقول لي بالظبط. بص يا حبيب قلبي، بص يا حبيب قلبي، الدنيا ماشيه ازاي؟ ماشيه شرح، ماشيه تريكات وافكار ملحوظات وعلاقات بينيه والقصه والاستنتاجات والكلام دوت، ماشيه حل افكار صعبه. دي الحاجه اللي هتوصلك انت تقفل امتحان اخر السنه، وده اللي احنا هنشتغل عليه. شرح بالتفصيل ممل، كل التريكات والافكار والملحوظات، كل العلاقات البيانيه والاستنتاجات وكل الرسومات، كل الكلام ده باذن الله ايه هنظبطه. فما تقوليش بقى يا دكتور اصل 10 ساعات كتير، اصل مش عارف 12 ساعه كتير. لا حبيب قلبي، ما انت بتسرعه على 1.5 او 2 ايا كانت السرعه المناسبه معاك. جزء الحل يا جماعه هيكون حوالي 300 سؤال على المعسكر بتاعنا. طيب يا دكتور ما في ناس حالين اكتر من كده حبيب قلبي. انا كنت بعمل معسكر بعد كل فصل ومعسكر فوق المعسكر. يعني انا يا دكتور مثلا على الفصل الدوام الحركه بص كده معايا، بص كده حلينا كله على بعضه حوالي 750 سؤال. انا كاتب لك عدد الاسئله بالظبط، عندك 400 سؤال عصير كتب، عندك 200 سؤال مايسترو، عندك 150 سؤال ايه معسكر. بالنسبه للهرمونات حلينا 350 سؤال عصير كتب و100 معسكر. نفس الكلام برضو بالنسبه للتكاثر حلينا حوالي 1000 سؤال. بص كده معايا 750 سؤال عصير كتب و250 سؤال ايه مايسترو. فده كده كده لازم هيتحل. يعني انت بس مجرد ان انا بظبط لك الدنيا في المعسكر، لكن الباقي لو انت مش شغال معايا لازم تحله. احنا برضو يا جماعه لنا طريقه حل خلاص اتعودنا عليها، ودي اللي نفعت مع كل زمايلكم في الدفعات اللي فاتت ولحد حالا شغاله معاكم. طريقه الحل بالكي ووردز، ان انا بطلع الكلمات المفتاحيه من اي سؤال في الدنيا، الكلمه المفتاحيه هي اللي تحل السؤال. يا دكتور هنشتغل المعسكر دوت امتى؟ الناس اشتغلت المعسكر في شهر واحد. بص يا حبيب قلبي، انت عارف طبعا ان دايما من اول السنه لحد دلوقتي انا بقول لك الحاجه اللي انا شايفها صح. اللي انا شايف صح دلوقتي واللي احنا هنعمله باذن الله ان احنا هنشتغل المناعه ونفرمها، يبقى خلصنا فصل جديد وشلنا من على كتافنا الشهر دوت لحد اخر شهر واحد. جميل الكلام. هنيجي بقى في شهر 2 اظبط لك المعسكر كله ويبقى زي شبه معسكر رمضاني. يبقى معاك مثلا محاضره او فصل كل اسبوع كل 10 ايام، بس انت اوريدي تكون مظبط المناعه. فعبال ما احنا نخلص المنهج كله ما تكونش انت ايه اوريدي نسيت المنهج. ينزل لك الجدول باذن الله كله على قناه تليجرام، مراجعه شرح التكاثر بكل تريكاته وبكل افكاره وبكل ملحوظاته. دي محاضره هتنزل مجانا لكل طلابنا على اليوتيوب. بالنسبه للاشتراك يا دكتور هو 5 جنيه بالظبط. على اقول لك ازاي. لو انت واحد مشترك في المنهج بالكامل شرح وحل، لو انت واحد مشترك في باقه الترم الثاني
بالكامل المعسكر ده تنزل لك مجاني. يبقى انت كل اللي محتاجه 5 جنيه كوبايه الشاي اللي تقعد تشربها وانت بتسمع المعسكر. لو انت عاوز تشتري الكتاب براحتك، دي حاجه ترجع لك، كتاب المعسكر. مش عاوز تشتريه، السؤال بتاخده سكرين شوت من السبوره وتحله مع نفسك. بصوا بقى يا رجاله، بالنسبه للهدايا بتاعتنا معانا سحب على باكج الترم الاول بالكامل لاحسن 5 كومنتات على الفيديو. والله انا واحد سمعت المحاضره او سمعت الشرح بتاع حضرتك واستفدت المعلومه الفلانيه. تاني هديه بالنسبه لنا محاضره مراجعه التكاثر تنزل مجاني لكل طلابنا على اليوتيوب. اخر حاجه بقى، ودي اللي معظم طلابنا على اليوتيوب طلبوها، يا دكتور احنا فوتنا عرض اول السنه، عرض اشتراك عصير كتاب على اول السنه، منهج عصير كتاب بالكامل لاول 300 طالب 500 جنيه بدل 1000 جنيه لمده خليها 72 ساعه. طيب جايزه امتحان المعسكر، بص بقى يا دكتور، لو انت من طلاب المنصه المركز الاول على الامتحان يا جماعه ياخد 1000 جنيه باذن الرحمن، واول 5 مراكز من طلاب المنصه ليهم برضو بالمركز الاول طبعا ليهم اشتراك مجاني في المراجعه النهائيه. الخمسه الاوائل من طلاب اليوتيوب باذن الله ليهم اشتراك مجاني في البيولوجيا الجزيئيه. ده اول فيديو نصوره بالطريقه دي بقى ايه، فانا عاوزكم تقولوا لي لو الطريقه عجباكم مفيش مشكله ايه نبدا نصور حاجات بعد كده بنفس الشكل دوت. لو انت بقى سيدنا عاوز تشترك في الترم الثاني، عاوز تشترك في المعسكر، هتكلم الدعم على الرقم اللي هيظهر عندك في الشاشه. 6 ساعات بالظبط 7 ساعات بالظبط مذاكره يا راجل، لو 10 ساعات حتى ايه المشكله؟ في ناس اعرفهم زمايلكم كانوا بيذاكروا 16 ساعه، ومش هقول اسماء طبعا. كل المطلوب منك الكتاب قدامك، معسكر بقى مع نفسي 10 ايام 20 يوم 30 يوم ايا كانت المده اللي انت حاططها لنفسك، بس المهم ايه ان انا اقعد واظبط الحاجه المطلوبه مني. انا كده خلصت اللي عندي يا رجاله، اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.